تحية مرة أخرى للسادة المتابعين والمتابعات. وفي الحلقة دي هنتكلم عن مواصفات النظام الجديد اللي هو نظام الفاتح من سبتمبر. كما سبق الذكر، احنا قلنا ان الضابط الشاب معمر القذافي ورفاقه أطاحوا بالملكية الليبية، معلنين بدء عهد جديد وعدوا فيه بالعدالة الاجتماعية والوحدة العربية والشعارات الرنانة اللي دايما بنسمعها في حالة الثورات أو الانقلابات. فسرعان ما شرع النظام الجديد في تغييرات جذرية. على سبيل المثال، في عام 1970 أغلقت القاعدتين العسكريتين الأمريكية في ويلس أو هوليس والإنجليزية في طبرق، وده شيء جميل، ده شيء إيجابي، يعني كلنا هنعتبره إنجاز. بالطريقة دي أنهوا الوجود الأجنبي العسكري في ليبيا، وفي العام نفسه بدأت عملية تأميم شركات النفط الأجنبية، مما بطبيعة الحال أعطى ليبيا سيطرة أكبر على ثروتها النفطية واقتصاد أقوى. كان لازال حلم الوحدة العربية يراود القومي جدا القذافي منذ البداية، تلميذ ناصر النجيب. ففي عام 1971 وقعت ليبيا ومصر وسوريا على ميثاق اتحاد الجمهوريات العربية، لكن كلنا عارفين أن المشروع سرعان ما تعثر بسبب خلافات سياسية عميقة وإجندات شخصية، وظل حبرا على ورق. في الثاني من مارس 1977 أعلن القذافي عن ميلاد ما يسمى بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وكان الرئيس السادات رحمه الله يتندر على ذلك كما نعلم جميعا. عموما هو عرض نظام فريد من نوعه قائم على نظرية تسمى بالنظرية العالمية الثالثة، اللي دونها في كتابه الأخضر. ادعى الكتاب تقديم بديل عن الرأسمالية والشيوعية، داعيا إلى ديمقراطية مباشرة عبر المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، حيث أن الشعب صاحب السلطة. يعني أنشأوا لجان شعبية في القرى والمدن الأكبر والعواصم والقبائل، وكل ينتهي إلى مؤتمر شعبي عام تؤخذ فيه القرارات والقوانين، تؤخذ أو لا تؤخذ ده في علم الله. في الواقع اللي لازم نفتكره إن بالرغم من إن الشعب كان مفروض صاحب السلطة، ولكن تركزت السلطة الفعلية في يد القذافي ودائرة ضيقة من المقربين. شهد العهد طبعا إنجازات ملموسة، منها على سبيل المثال يعني النهر الصناعي العظيم اللي برضو كلف الدولة مليارات المليارات من الدولارات، اللي نفذ في الثمانينات لنقل المياه الجوفية من الجنوب للشمال، عمل تعليم مجاني شامل، رعاية صحية متاحة للجميع، مستوى معيشي مرتفع نسبيا. لكن الوجه الآخر كان قاتما. اللجان الثورية أنشئت لحماية الثور، واللجان دي تحولت إلى أدوات قمع. في إبريل 1976 أعدم الطلبة في جامعة بنغازي علنا، اغتيل معارضون ليبيين في لندن وروما وأثينا. وفي 1988 انفجرت طائرة بان أمريكان فوق لوكيربي، ما سمي بفضيحة لوكيربي باسكتلندا، مما أدخل ليبيا في عزلة دولية دامت سنوات.
في يونيو 1996 أيضا وقعت مجزرة سجن أبو سليم، حيث قتل أكثر من 1000 سجين سياسي. حتى رفاق القذافي في مجلس قيادة الثورة لم يسلموا. أعدم عمر المحيشي 1975 بعد محاولة انقلاب مزعومة، وابتعد عبد السلام جلود الرجل الثاني بعد خلافات مع القذافي، بينما قتل أبو بكر يونس وزير الدفاع في 2011 في أحداث ثورة فبراير. كان عهد القذافي مزيجا معقدا من طموحات تحررية، إنجازات تنموية. ما ننكرش كان لديه كثير من الوطنية والطموح الوحدوي، لكن في الوقت ذاته كان يعتبر نظام استبدادي، قمع الحريات، ارتكب انتهاكات، وكانت هناك مساءلات كثيرة لحقوق الإنسان.